ده محمد حمدي. ازاي شاب مصري يبدأ من متسابق في ايجي كار وهو عنده 14 سنة بس لمتسابق مع فريق فيراري؟ وايه حوار عربية باتمان وازاي ساعدته لان هو يوصل للفريق؟ الفيديو ده من اكتر الفيديوهات اللي طلبت مني. اعمل منشن لصاحبك وتعالى اوريك. بداية حمدي كانت من حبه للعربيات، وعنده 14 سنة دخل بطولة ايجي كارت للكارتينج واللي يحقق فيها القاب كتيرة جدا، وده اللي يأهله ان هو يروح فورمولا 3 من فورد في البحرين، وهنا يحقق المركز الرابع على مستوى البطولة، ويرجع مصر ويحقق المركز الاول في بطولة الكارتينج اللي كانت معمولة في العبور. ومن بطولة للتانية حمدي يبقى متسابق من متسابقين مصر المميزين. بس تفتكر هو ده بس اللي خلاه يدخل فريق فيراري؟ ومن هنا يجي دور عربية باتمان اللي مفيش غير 5 بس غيرها في العالم. لو عايزنا نتكلم عنها وازاي جابها قول لي في الكومنتات. اتعرف حمدي على المدرب الرسمي بتاع فيراري، وده اللي يخليه يقدر يقنع المدرب وكمان فريق فيراري انهم يختبروه، والاختبارات دي مش بتبقى بلوشي كده، بتبقى حوالي 30,000 يورو. بيدخل محمد حمدي الاختبار ويحقق انجاز يبهر الناس، وده اللي خلى فريق فيراري حرفيا يقول له انت ما عملتش ولا غلطة وانت